السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله. كيف ما عودتكم البنات انني كنشارك معكم جميع لي برودوي اللي كيلقاو استحسان من عند الكليان. كذلك في هاد لا فيديو البنات بغيت نشارك معكم واحد الكريم اللي لاقي استحسان في هاد الفتره، كياخدوه البنات بزاف وكيشكروه بزاف بزاف بزاف. لذلك جيت باش نشارك معكم البنات هاد الكريم، باش حتى نتوما البنات تستافدوا وتكون عندكم درايه بجميع الكريمات اللي كيستخدموا البنات واللي لقاو عليهم نتيجه اللي هي زوينه. تكون حتى نتوما عندكم فكره ودرايه بهذا الكريم. غادي نتكلموا في هذا لا فيديو على التركيبه ديالو واهم الاستخدامات ديالو والطريقه ديال الاستعمال، واش صالح للمرأة الحامل والمرضع. الكريم ديالنا البنات هو تخيطو سبوطا البنات، كريم اللي هو واعر وزوين، كنستخدموه في علاج التصبغات والكلف والنمش والبقع الداكنه الناتجه على التعرض للاشعه ديال الشمس. البنات اللي كيتعرضوا بزاف للاشعه ديال الشمس، وكذلك كنستخدموه في علاج الكلف الناتج عن الحمل او الكلف الهرموني، وكنستخدموه في تفتيح الكوعين والركابي. البنات اللي عندهم الركابي كحل اولا الكوعين كيكونوا هكا فيهم تصبغات هكا باللون الاسود، وكنستخدموه تحت الابط واليدين. وممكن اننا نستخدموه للمناطق الحساسه، السواد ديال المناطق الحساسه، غير خصنا نستخدموه استخدام اللي هو صحيح، حيت الا استخدمناه استخدام اللي هو غلط راه كيعطينا عكس النتيجه اللي حنا بغيناها. والمكونات ديالو البنات كيحتوي على ماده الهيدروكينون، ماده اللي كتساعد على تفتيح البقع الداكنه. دوك البقع الداكنه اللي كيكونوا عندنا، ماده الهيدروكينون كتساعد على التفتيح ديالهم. وماده التريتينوين هي عباره على فيتامين اي اللي كيساعد على تقشير طبقه الجلد الخارجيه. والهيدروكورتيزون كيقلل من الاحمرار الناتج عن التقشير، لان البشره ديالنا، لان هذا الكريم كيقشر لنا البشره. وماده الهيدروكورتيزون كيقلل داك الاحمرار الناتج عن التقشير. واخر مكون عندنا في هذا الكريم هو ماده اليوزوليكس اللي كتحمي البشره من الاشعه الشمس فوق البنفسجيه. هذيك الاشعه هي اللي كتضر لنا البشره ديالنا. ماده اليوزوليكس كتحمي لنا البشره ديالنا من هذه الاشعه. هاد المكونات كاملين البنات راكم كتلقاوهم مكتوبين في العبوه، في جنب العبوه كتلقاو المكونات ديالو، كتلقاو كلشي داكشي اللي بغيتو راه كتلقاوه مكتوب تما. الثمن ديالو البنات بالمقارنه مع الكريمات الغاليه اللي بدون جدوى، هذا الكريم فعال ورخيص. النتيجه ديالو اكثر من رائعه، كيقشر لينا الجلد الميت، كتبان لك البشره ديالك صافيه بحال ديال لي بيبي الصغار، وكيحيد حتى حب الشباب والبقع اللي كيخلي لينا حب الشباب. هذا الكريم البنات راه واعر، واقصى مده ممكن انك تستعمليه فيها هي شهر، اللي هي 30 يوم البنات. كاع الا زدتي على شهر راه كتزيدي اسبوع، ما كتستعمليهش مده شهرين، لان ديك البوماد، هاد البوماد كدوز لك شهر ونص، كاع الماكسيموم شهر ونص. ودابا البنات غادي نتكلم لكم على الطريقه ديال الاستعمال، واللي هي اهم حاجه في هذا الشيء كامل، هي الطريقه ديال الاستعمال. كتغسلوا البنات وجهكم بالغسول المتوفر عندكم اولا الغسول المفضل عندك. كتغسلي وجهك مزيان وكتنشفيه بالليل البنات ماشي بالنهار. كتنشفي وجهك وكتاخدي نقيطه من الكريم وكتوزعيها على وجهك بالكامل، وخصوصا البقع اللي كيكونوا هكا سوداء ولا النمش ولا الكلف ولا الحبوب اللي كيكونوا عندك في وجهك، كتحطي عليهم داك الكريم وتتبداي توزعي بشوي بشوي حتى كتوزعي على وجهك بالكامل، وكتخليها على وجهك نص ساعه. ومن بعد كتغسلي وجهك قبل ما تنعسي، كتغسلي وجهك. هاد الشيء في الاسبوع الاول كتستخدميها نص ساعه وكتغسلي وجهك. في الاسبوع الثاني كتستخدميها ساعه المكانه وكتبقاي مستمره على ساعه المكانه لمده شهر. كاع هكا الا زدتي واحد الاسبوع على شهر ماشي مشكل، غير انك ما تستخدميهاش لمده اللي هي طويله، راه الماكسيموم شهر ونص، ما تزيديش عليها البنات باش ما كتضريش لابو ديالك. واستخدميها استخدام اللي هو صحيح، ما تباتيش بالبوماده. ومن بعد ما ديريها غسلي وجهك مزيان، وقبل ما ديريها غسلي وجهك. هذا هو الاستخدام الصحيح لهاد البوماده، باش كتلقاي نتيجه اللي هي مرضيه ونتيجه اللي غادي تعجبك في الاخر. ماشي غادي تنوضي مثلا هكا جوج ديال البنات خداو نفس البرودوي
وحده استخدماتو استخدام اللي هو صحيح، وحده استخدماتو استخدام اللي هو غلط وعطاها نتيجة خايبة، واللي استخدماتو استخدام صحيح عطاها نتيجة اللي هي زوينة. كاينين البنات اللي كياخدوا كمية كبيرة من هاد البوماضة ويطلوها على وجههم، راه تخرجي على وجهك. ولا كاين البنات اللي كيباتوا بهاد الكريم، راه غادي تخرجي على وجهك وغتقولي بان الكريم خايب وراه خرج لي على وجهي وراه ما دار ليا والو. عرفتي هاد الكريم راه واعر، استخدموه البنات، استخدموه بطريقه اللي هي زوينه وبكميه اللي هي قليله، لان كيف ما كتشوفوا البوماده راه صغيره، كديري منها كميه اللي هي قليله تمشي بهاد غير بشوي بشوي باش كتبان النتيجه. راه نقطه نقطه كيحمل الواد، راه ماشي غتبغي انت تشوفي النتيجه في مده اسبوع، راه ما غاديش يعطيك النتيجه في مده اسبوع بكميه اللي هي كثيره، راه غتشوفي نتيجه اللي هي ما غاديش تعجبك ونتيجه اللي هي خايبه، يدير لك التهاب للبشره ديالك. اما الا استخدمتيه بطريقه اللي هي قليله وبطريقه اللي هي صحيحه راه كيعطيك نتيجه اللي هي واعره ومرضيه. كنركز لكم البنات على الطريقه ديال الاستعمال بزاف بزاف، لان الطريقه ديال الاستعمال ديالو هي باش غادي تلقاو النتيجه ديال هذا الكريم. وهذا الكريم البنات ما غاديش تلقاوه في افون ولا في اوريفلام ولا في البارافارماسي، غادي تلقاوها البنات عند موالين المكياج. وهاد الكريمه البنات كيصلح لجميع البشرات الجافه والدهنيه والحساسه، استخدموه بعينيكم مغمضين. غير هو راه كنقولها ونأكد عليها الطريقه ديال الاستعمال، راه ما كندير لكمش البنات شي حاجه اللي هي عاديه، او كندير لكم البنات شي حاجه اللي فريمون سبيسيال، شي حاجه اللي غتعجبكم وغترضيكم وتقنعكم. وبالنسبه للمراه الحامل قبل ما ننسى، راه ما يمكنش انها تستعمل هاد الكريم تريتو سبوت. والمرأة المرضع ممكن أنها تستخدمه فوق 7 شهور من الرضاعة. وكنتمنى البنات تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو وخرجتوا بشي نتيجة اللي هي مفيدة ومزيانة بخصوص هذا الكريم. وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله مع برودوي جديد ان شاء الله. وما تنساونيش البنات من لي لايكات والبارطاج وكومونتيرات اللي يكونوا زوينين ويشجعوني باش نزيد نخدم ونزيد القدام. يلا باي باي عليكم البنات، بسلامة عليكم، خليتكم في امان الله، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم. باي باي عليكم.